عايزه اقول لكم دي احلى واجمل واطعم فراخ مشويه بتتعمل في البيت. دي فراخ مش معموله في مطعم ولا احنا شارينها من مطعم. دي حاجه بيتي، حاجه نظيفه. والكفته برضو ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا الفراخ بنشيلها ازاي بدون ما تكون لازقه في الشبكة. وبصوا شكلها عامل ازاي، نفس شكل الفراخ المشوية اللي احنا بنشتريها من المطاعم، بس دي كمان الطريقة دي انضف واوفر واطعم كمان، وحاجة صحية. انتم عارفين مغسولة ازاي، وايه التتبيلة اللي محطوطة فيها، وحاجة معمولة بيتي بقى. الحاجة اللي بيتي طبعا بتكون لا يعلى عليها. سعرها طبعا بيكون حلو، وبيكون سعرها على قد الايد. والكفتة بقى بصوا ما شاء الله، الكفتة هي كمان الحجم بتاع الصباع كبير. لا كشت ولا اسودت ولا اي شيء، زي الكفتة اللي احنا بنشتريها بالظبط، الكفتة البلدي. والكفتة البلدي الجميلة بطعم الفحم كده. طريقة جميلة ممتازة. لو عايزين الطريقة اكتبوا لي كومنت وانا اكتب لكم خطوة بخطوة. بصراحة ندمانين جدا جدا، او هيتندموا جدا جدا اللي ما يعرفوش الطريقة دي. بنصحكم اعملوا الحاجة في البيت، وتشجعوا كده، وما تشتروش الحاجة من بره. الحاجة من بره بتكون غالية، و ما بتكونش احسن حاجة. مع السلامة، باي باي.